جائزة جوي أووردز للإنجاز مدى الحياة للفنان القدير ياسر العظمة. يسعد مساكم جميعا. أحمل لكم اليوم في قلبي امتنانا كبيرا واعتزازا بوجودكم لا تسعه الكلمات. أنا من سوريا، من سوريا الحبيبة، من دمشق الغالية. دمشق الغالية التي تكن للشعب العربي السعودي كل تقدير واحترام. سوريا علمتني بأن الكلمة الصادقة والموقف النبيل والنقد البناء هن أساس كل إبداع. ومن هون انطلقت معي فكرة المرايا التي تلخص كل شيء أريده وأريد أن يفهمه المشاهد العربي، مع تأكيدي بأن الفن ليس مجرد رفاهية وتسلية، إنما هو شباك مفتوح، نافذة مشرعة منطل من خلالها على أخطائنا، سلبيات واقعنا وإيجابياته. ما بتتصوروا مبلغ سعادتي لما بسمع شاب أو صبية عم يقولوا إنه ما بيناموا إلا على المرايا وإنهم تربوا على المرايا، أو الآباء لما بيقولوا لأولادهم اتفرجوا معلش على المرايا ما راح نراقبكم، لأنهم بحسوا بالأمان والاطمئنان. تكريمي بهالحفل المتميز ما بيخصني إلي وحدي، كان معي زملاء وأساتذة كبار تركوا بصمات واضحة على كل أجزاء مرايا المتتالية وكلهم حسب اختصاصه. بهدي جائزتي القيمة لأولاد بلدي الغوالي، مع كل الشكر والتقدير لكل من وقف معي في هذه الرحلة، ابتداء بعائلتي الكبيرة في الوطن العربي وجمهوري الحبيب الوفي، ولزوجتي الغالية التي وقفت معي وكانت لي نعم السند ونعم العون، ولعائلتي الصغيرة أيضا بشكل خاص. شكرا يا سيدي، شكرا حبيبي. أشكر معالي المستشار أبو ناصر على دعوته الكريمة لي، يلي بعتبرها حافز حقيقي لتقديم الأفضل. وبظن أن الفن لا ينتهي وحكاياته لا تنتهي والرسالة لا تتوقف. شكرا لكم، شكرا جميعا.